بحسب تصريحات تامر بدوي المحلل الرياضي في برنامج ابراهيم فايق، قال ان عبد المنعم فريق بايرن ميونخ بيتبعه وممكن في اي وقت يبعت له عرض. طب تعالى كده اوريك تصريحات تامر بدوي في نص دقيقة. بمناسبة عبد المنعم ارجعوا لنا بقى عشان تامر عنده مفاجأة كبيرة قوي 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 قبل ما اروح. عمارة يخلص كلامه. قول بس المفاجأة اللي عندك هتقولها انت في دقيقة ولا في اقل من دقيقة؟ كان على مدار 3 اسابيع. انت عارف توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ عبر عن لإدارة بايرن ميونخ عن عدم رضائه عن الخط الخلفي في مرحلة بناية الهجمة، وبلغهم ان هو عاوز مدافع كورته عالية. رشحوا له 4، واحد منهم كان محمد عبد المنعم. الراجل ده لما بيقول حاجة ما فيهاش تهريج، دي حقيقه على فكره بالمناسبه. ما كانش مصدق. والله العظيم ما كان مصدق. قالوا لي بايرن ميونخ ايه؟ انت قول بس ان انت عاوز يروح عشان يبقى عندنا لعيب مصري في بايرن ميونخ. لغايه لما رحنا مباراه الاهلي وفيوتشر يا هيما، وبين الشوطين ياسين المكاري اللي هو محلل الاداء اللي بيشتغل مع مارسيل كولر كان معاه واحد سويسري زميل ليه وبيشتغل محلل اداء وفي الموضوع. وقفت اتكلمت معاه قدام الراجل واقف وسامع، فبقول له مين اللي عجبك في بين الشوطين؟ بقول له مين اللي عجبك في الشوط الاول؟ قال لي انت شايف الفرقه ال 22 لعيبه اللي في الملعب؟ قال لي قال لي الناس دي كلها بتلعب في حته والراجل رقم 24 ده بيلعب في حته لوحده تانية خالص لوحده. فقلت له محمد عبد المنعم؟ قال لي فقلت له انت عارف ان هو؟ قال لي عارف ان هو كان كذا 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 كذا، وما كانش بايرن ميونخ بس، كان فيردر بريم. الكلام فعلا بجد، وعبد المنعم بايرن ميونخ بتتابعه، ودي مش اول مره على فكره فريق اوروبي يتابع محمد عبد المنعم ويبعت له حد علشان يشوفه. قبل كده برضه فريق اتلانتا الايطالي بعت كشافه علشان تشوف محمد عبد المنعم. الكلام ده كان بعد نهايه بطوله افريقيا على طول اللي عبد المنعم تألق فيها مع كارلوس كيروش، وما كانوش جايين لعبد المنعم بس، كانوا جايين برضه للاعب تاني تألق في البطولة وبيلعب في نادي الزمالك وهو اللاعب احمد فتوح. كمان برضه نادي الهلال فعلا كان مهتم بعبد المنعم وكان هيبعت عرض خرافي هيعدي ال 12 مليون دولار. فعلا لو كان العرض ده وصل للاهلي وتمت الصفقة كان هيبقى اغلى لاعب في تاريخ مصر. انا شايف ان الاحتفاظ بعبد المنعم هيبقى صعب الفترة الجاية، لان العروض اللي هتجيلك بعد كده مش هتبقى 4 مليون دولار ولا 5 مليون، لا اللي هيجيلك بعد كده هتعدي ال9 وال10 مليون دولار. وهنا بقى هيبقى التفكير فعلا، لان الرقم مش صغير، الرقم ده ممكن تشتري لك بيه 3 لعيبه سوبر. انا بالنسبه لي عاوز اكيد عبد المنعم في الاهلي، واحد من ابناء النادي الاهلي وعامل فرق كبير قوي في خط دفاع الاهلي، وهو طبعا اللي منجح منظومه كولر دفاعيا. بس لو جالك عرض فعلا ب10 مليون مثلا من نادي بايرن ميونخ، هنا الاداره هتبقى في ورطه. اولا لان اللاعب نفسه هيبقى على حافه الانتقال لاحد افضل الانديه في العالم، فاللاعب مش هيبقى مركز معاك وغصب عنه هيبقى التفكير في بايرن ميونخ. زائد كمان ان العرض نفسه عالي قوي. طب خلينا نخلص من الجزء ده وتعالى بقى في الجزء اللي بعده وهوريك فيه ارقام واحصائيات عبد المنعم. عبد المنعم طبعا من ناشئي النادي الاهلي، ابن محافظه الشرقيه وبالتحديد من الزقازيق، من مواليد 1999، يعني عنده حاليا 24 سنه. وعبد المنعم طوله 183 سم وقيمته التسويقيه 3 مليون يورو، ودي كويسه قوي، ومتوقع بنسبه كبيره بعد كاس العالم توصل ل 4 و5 مليون يورو لو اللاعب يعني عمل اداء كويس. عبد المنعم ما لعبش الا في 3 انديه طول حياته، طلع اعاره من النادي الاهلي قبل كده لفريق سموحه ولعب معاهم 33 مباراه، قدر اللي هو يسجل هدفين معاهم، ووقتها عمل اداء كويس قوي مع فريق سموحه، ورجع تاني النادي الاهلي، وبعدها النادي الاهلي طلعه لفيوتشر ولعب وقتها مع فيوتشر 7 ماتشات بس، وشافوا كارلوس كيروش مع فريق فيوتشر وعجبه وضمه للمنتخب، واللاعب طبعا عمل اداء عالمي مع المنتخب. ووقتها محدش كان يعرف مين اساسا محمد عبد المنعم ده، لاعب لسه صغير من ناشئ النادي الاهلي وطلع اعاره لفريق فيوتشر، انضم للمنتخب مره واحده، فجاه اصابه الونش واصابه حجازي واللاعب بقى هو اللي يلعب اساسي، وبنلاقيه بيعمل احلى اداء ليه في تاريخه، ولاعب فعلا عنده شخصيه. وبعدها بقى بيرجع النادي الاهلي وبيلعب مع النادي الاهلي 67 مباراه، قدر اللي هو يسجل 6 اهداف، وال6 اهداف كلهم اهداف مهمه. اما مع منتخب مصر فهو لعب 15 مباراه سجل هدفين، يعني حتى مع المنتخب المصري بيسجل، لاعب هداف. طب تعالى كده اقول لك عبد المنعم في سن ال 24 عام خد كام بطوله مع النادي الاهلي لحد دلوقتي، ولسه طبعا اللي جاي اكتر باذن الله. خد بطوله دوري ابطال افريقيا مره
مرة، وخد بطولة الدوري المصري مرة، وفاز بكأس مصر مرة، وكمان فاز بكأس السوبر المصري مرتين، ولسه قدامه طبعا بطولة السوبر الافريقي مع الاهلي، وقدامه انه ياخد ميدالية مع النادي الاهلي في كأس العالم للأندية. وكل الارقام اللي بقولها لك دي لسه يعتبر اول موسم لسه لعبد المنعم في النادي الاهلي. طب تعالى نشوف اهداف عبد المنعم مع النادي الاهلي. عبد المنعم سجل هدف في الاتحاد المنستيري في مباراة الذهاب على الاراضي التونسية، وده خلى مباراة العودة في القاهرة سهلة، ويعتبر عبد المنعم خلص لك المباراة من هناك. طبعا سجل الهدف في اخر الدقايق خالص. اما تاني اهداف عبد المنعم المهمة وهو هدفه في مرمى الرجاء، كنا فايزين على الرجاء 2-1 في القاهرة، وجت مباراة الاياب هناك في المغرب والرجاء كان متقدم 1-0، وعلي معلول من عرضية على رأس عبد المنعم وبيتعادل 1-1 علشان الاهلي يفوز باللقاء. اما تالت اهداف عبد المنعم المهمة بقى وهو هدفه في مرمى صن داونز، كان صن داونز متقدم عليك 1-0 هنا في مصر في دور المجموعات، وكنا بنحاول نجيب هدف التعادل وبعدها هدف المكسب، وعرضية برضو من علي معلول على رأس عبد المنعم علشان يسجل هدف التعادل، وده اللي خلى الاهلي يرجع تاني في اجواء الماتش، وبعدها الشحات بيسجل التاني، بس صن داونز طبعا بيرجع وبيسجل هدف التعادل، والماتش وقتها بيخرج تعادل. بس وقتها فعلا اللي رجعك للماتش تاني هو عبد المنعم. طب رابع اهداف عبد المنعم المهمة هو هدفه في الرجاء هنا في مصر قبل نهاية الشوط الاول، وخلاص الكل قال الشوط انتهى والتعادل بين الفريقين، بس عبد المنعم خد القرار ان هو يطلع في كورة وكأنه مهاجم، وعرضية من علي معلول برضو على رأس عبد المنعم، وبيطلع فوق الجميع وبيحطها، والاهلي بيطلع بهدف في الشوط الاول واللي سهلت المباراة على الاهلي في الشوط الثاني. اما خامس اهداف عبد المنعم المهمة والاغلى في تاريخه وفي تاريخ النادي الاهلي هو هدفه في مرمى الوداد، وهدف غالي بتخرج بالبطولة من قلب كازابلانكا، عرضية سحرية من المتخصص علي معلول على رأس عبد المنعم بتسكن شباك الوداد علشان يجيب بطولة لا تقل أهمية عن بطولة القاضية ممكن. عبد المنعم في سن ال 24 عمل إنجازات ما عملهاش ناس طول حياتها، وسجل أهداف برضه ما سجلتهاش ناس طول حياتها، كان لازم نعمل له حلقة نكرمه فيها. ويا ريت برضه تقول لنا رأيك، لو جاله عرض من بايرن ميونخ بسعر كبير هتوافق إن هو ينتقل لبايرن ميونخ ولا لأ؟ وطبعا ما تنساش بقى إنها تعبنا في الحلقة دي بجد، يا ريت تعمل لايك تقديرا لتعبنا ومجهودنا، وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الإشعارات، وما تنساش أهم حاجة تصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام وتوحد الله. أشوفكم على خير، سلام. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.